هلو يا بنانيت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده لوك ميك اب بمنتجات كلها معانا، كلها منتجات مش مقاطعه. تمام. الفتره اللي فاتت قلت لكم انا بحاول اشتري الفتره دي منتجات تكون كلها مش مقاطعه، لان لقيت عندي منتجات كتير كنت بستخدمها مقاطعه. تمام. المهم، اول حاجه استخدمتها الكونسيلر، وده من ماركه كاركتر. وطبعا اي منتج هستخدمه من شركه يبقى كل منتجات الشركه دي معانا، فانت اي حاجه من ماركه كاركتر تقدري تستخدميها عادي، وهكذا طول الفيديو. الكونسيلر اللي استخدمته ده درجه رقم 4، وهي درجه غامقه شويه عشان اكنسل بيه شويه الهالات واوحد بيه لون البشره من غير ما اعمل كفر تقيل على البشره. يعني مش هستخدم فاونديشن، هو الكونسيلر بس. واستخدمت السبونج من ماركه بينك دوز. الاسبونج دي اسمها روكيت اسبونج. على ما ادمج بقى كل الحاجات الكريمي دي، كنت عايزه اخد رايكم في طريقه التصوير. قولولي اذا كان الالوان باينه ولا لا. هو انا حاسه ان انا عيني لونها احمر شويه، ده بسبب ان الاضاءه كانت قريبه شويه من عيني. بس انا بتكلم على حكايه ان حواليا في غروشه وان في فوكس على وشي، فكده حاسه ان الميك اب هيبقى باين اكتر. قولولي رايكم برضو في الكومنتات. هثبت بقى الوش كله باللوز باودر بتاعت اماندا. وطبعا منتجات اماندا منتجات كلها مصريه، صناعه فيهم حاجات صناعه مصريه، وفيهم حاجات بتبقى بتتصنع بره مصر، بس هي شركه مصريه 100%. يعني حتى لو هما بيصنعوا بره، فهي العائد بتاع الشركة كله لمصريين. إدارة الشركة مصرية، كلهم يعني منتجات مصرية. دونت وري، هما معانا 100% أكيد. بصوا، أنا تحت عيني كان في انتفاخ، الانتفاخ ده كان عامل زي قشره كده تحت عيني، فهتلاقوا كأن الكونسيلر متجمع. هو مش عارف الكونسيلر خالص، بالعكس الكونسيلر بتاع الكاركتر ده طلع كونسيلر حلو جدا. ككفر حلو وناعم وسهل في الدمج وجميل، حلو قوي. يعني انا بنصحكم بيه انكم تجيبوه، حلو قوي. بس اللكلكه اللي انتوا شايفينها تحت العين دي، او المشكله اللي تحت العين دي، مشكله عندي انا، مشكله صحيه ملهاش اي علاقه بالكونسيلر. اوكي، ثبت الوش كله باللوز باودر بتاعت اماندا. تعالوا نكمل. للحواجب استخدمت قلم الحواجب اللي هو الدبل، اللي هو ناحيتين، من شي جلام. وبرضو منتجات شي جلام كلها معانا، واعلنوا ده بشكل رسمي. الدرجة بتاعت القلم دي اسمها اسبريسو، وهي مايلة للرمادي شوية للناس اللي حواجبها سودا زي حالاتي، فهي غامقة. لكن الناس اللي حواجبها فاتحة شوية لا، ابعدوا عن الدرجة دي، لان هي غامقة فعلا، هي على رمادي قوي كده. شايفين؟ حتى هتلاقوها لايقة على لون حواجبي، لان انا حواجبي سودا. الناحية التانية من القلم ده، اللي هي المفروض بترسم شعرة شعرة فلوماستر، مش عجباني بصراحة، لكن هي الناحية الكريمي بتاعته حلوة قوي. البلاشر هستخدم بلاشر سيبال، وبرضو ماركة سيبال ماركة مصرية. منتجاتها برضو حلوة جدا. هوريكم منها البلاشر دلوقتي، وبعد شوية هوريكم المسكرة برضو بتاعتهم. منتجاتهم حلوة قوي. البلاشر عندي منه درجتين، درجة 07 ودي على اورنج شوية، والدرجة التانية اللي هي 09 اللي انا بستخدمها دلوقتي درجة ناتشرال قوي. بصوا على الوش تحسوها طبيعية قوي، وهما الدرجتين مش مات، فيهم لمعة كده، فبيدي منظر فيه جلو حلو جدا للبشرة. انا بحب البلاشر بتاع السيبال جدا، بستخدمه استخدام شخصي حلو قوي. الاي شادو هستخدم من ماركة اماندا، الباليت دي اسمها نود نيشن. اخدت في الاول درجة كافيه فاتح كده، وبدأت اثبت بيها الجفن كله. انا كنت عاملة مركبة رموش 1 باي 1 في اللوك ده قبل ما اصور، فهي كانت مضايقاني شويه. انا ما بحبهاش مع الميك اب، انا بحب احطها لما بكون مش ناويه اعمل ميك اب. فانا كنت قعدت كام يوم كده مش بعمل ميك اب، فكانت شكلها حلو من غير الميك اب. ما بحبهاش مع الميك اب عشان بتضايقني بقى. شوفوا دلوقتي هتلاحظوا ان كل ما اجي اعمل حاجه احس ان هي مضايقاني. بصوا، بتعوق حركه الفرشه، مضايقاني. المهم، اخدت درجه بعد كده غامقه، وحددت بيها العين كاني برسم ايلاينر. بصوا، هو اللوك اللي هنعمله ده، وانا ما اقدرش اقول لكم هو لوك سواريه ولا هو لوك خروج ولا هو ايه. انا ما كنتش عارفه انا بعمل ايه. يعني انا كنت بس كل الفكره ان انا عايزه اوريكم المنتجات اللي هي تبعنا ومش مقاطعه، فعملت اي لوك طلع في ايدي. انت بقى عايزه تخليه لوك سواريه، زودي عليه مثلا فاونديشن. عايزه تسيبيه لوك خروج، قللي شويه من رسمه العين او خففيها، وهكذا.
بعد اللون الغامق اللي حددت بيه العين اخدت لون بني محمر وبدأت ادمج بيه اطراف اللون الغامق. دلوقتي اخدت درجة الشمر النحاسي دي وبدأت احطها على الجفن المتحرك. بصوا درجة الشمر بتاعته قوية ازاي. هي البالت عموما بالت حلوة جدا، انا بحبها. انا مش عارفة هي سعرها دلوقتي وصل لكام، ممكن تكون في حدود 250 او حاجة، بس هي تستاهل يعني بصراحة. كل الالوان اللي فيها حلوة، هي فيها درجتين بس البيجمنتيشن بتاعتهم مش قوية، لكن باقي الالوان حلوة جدا. بعد كده اخدت فرشة دمج فاضية وبدأت ادمج اطراف كل الالوان مع بعضيها. تحت العين بدأت باللون البني المحمر وبدأت ادمجه على الجفن السفلي كله. وخدوا بالكم كل ما مديتي اللون لتحت شوية قللتي منظر الخطوط اللي تحت العين. لو انت عندك خطوط تحت العين مدي اللون لتحت شوية، لو ما عندكيش خطوط كتير تحت العين خلاص اكتفي ان انت تحددي تحت العين بس وخلاص. بعد ما حددت العين او دمجت اللون البني المحمر على الجفن السفلي كله، بعدين اخدت الدرجة اللي هي البني الغامقة وبدأت احطها على طرف العين من بره بس، مش على كل الجفن السفلي، لا من بره بس. الايلاينر بقى هستخدم الايلاينر بتاع تشاو، برضو تشاو ماركة مصرية ومنتجاتها برضو حلوة جدا. والايلاينر ده تحديدا حلو قوي، هو ووتر بروف وسواده حلو والريشة بتاعته حلوة قوي وسهلة في الاستخدام، فجميل وسعره برضو كان حلو جدا. والايلاينر ده فيه واحد شبهه من ماركة اماندا، نفس شكل الفرشة بتاعته بالظبط، نفس السهولة في الرسم، نفس كل حاجة، بس هو سواده يعني مش باهت، بس ابهت من بتاع تشاو سيكا. بتاع تشاو سواده فاحم وبيفضل سواده قوي كده لحد اخر اليوم لحد ما بتشيلي الميك اب، لكن بتاع اماندا شوية لونه بيخف شوية مع الوقت، يعني اول ما تحطيه تحسي ان لونه قوي، بعد كده تبصي تلاقيه بهت سنة. بعد ما رسمت الايلاينر كله بدأت ارسم ايلاينر برضو في مدمع العين. خدوا بالكم مش اي نوع ايلاينر ينفع يستخدم في مدمع العين، لانه لو مش ووتر بروف هيسيح. اوكي. بعد كده الماسكارا من ماركة سيبال، الماسكارا دي اسمها هوت لاش، لان هما سيبال عندهم اكتر من نوع ماسكارا، انا بصراحة ما جربتهمش كلهم، انا هي دي اللي انا جربتها وبحبها وبجيبها على طول، مهما يعني كل ما تخلص بجيبها. يا ريتني ما كنت مركبة الرموش الوان باي وان وكنت وريتكم جمال الماسكارا. هي من غير الرموش ببقى مش محتاجة اركب رموش، هي سوادها قوي والإفكت بتاعها حلو جدا وبتدي فوليوم حلو جدا للرموش. هتلاحظوا الفوليوم بتاعها ولونها الحلو على الرموش السفلية، لان طبعا انا مش مركبة رموش على الرموش السفلية، لكن فوق لما في كم شعراية كده باقيين من الوان باي وان فهم مرخمين عليا شوية. المهم ان هي حلوة جدا وثابتة، هي بتهبب شوية وانتي بتشيليها، لكن هي طول ما انتي حطاها في عينك بتفضل ثابتة وما بتتحركش، يعني ما بتسحش او كده. لما تيجي تشيليها شوية بتعمل حبة سواد تحت العين، بس بعد كده بتشيليها بالميك اب ريموفر بتروح وخلاص والدنيا تمام. الواكس بتاع الحواجب استخدمت الواكس بتاع شمس، وشمس برضو بنوتة مصرية بتعمل منتجات هاند ميد، فهو الواكس بتاعها ده هاند ميد. ناس كتير بتشتكي ان الواكس عامة مش بس بتاع شمس، اي نوع واكس ما بيثبتش معاها على الحواجب. الفكرة انك لما بتحطي الواكس وتسيبيه وبعد كده ترجعي تشتغلي على الحاجب ترسميه بعد الواكس، طبيعي ان الواكس هيتحرك ومش هيثبت. انا عملت ايه، انا رسمت حواجبي الاول وفي الاخر خالص ثبت بالواكس، فانا مش هلعب في الواكس تاني بعد كده، مش هحركه لا بقلم ولا ببودر ولا باي حاجه، مش هلعب في الحواجب تاني فهيفضل ثابت معايا. فهمتوا التركية جايه منين؟ الهايلايتر بقى هستخدم معاكم الهايلايتر بتاع ندى سالم، وبرضو الهايلايتر ده انا اتكلمت عنه كتير جدا معاكم يعني في فيديوهات قبل كده. هو البنوته اللي بتعمله اسمها ندى سالم، وهي اصلا ميك اب ارتست مصريه، فبتعمل منتجات هاند ميد برضو مصريه، من ضمنهم الهايلايتر. بصراحه الهايلايتر بتاعها حلو جدا ومسمع، يعني هتلاقوا ناس كتير بتتكلم عنه لانه شايفين اللمعه بتاعته، شايفين قوه. على فكره عايزه اقول لكم هو في الحقيقه كمان اقوى من التصوير، يعني انا التصوير مش بيبين نص جمال الحاجه.
اخدت من نفس الهايلايتر وحطيت تحت الحاجب، بحب انور تحت الحاجب ومدمع العين. شايفين بقى قوة الهايلايتر في تحت الحاجب؟ هو ده تقريبا نفس بالظبط قوته اللي كانت في وشي، بس هو في الوش مش باين قوي عشان الاضاءة والتصوير يعني. شايفين كمان في مدمع العين؟ الهايلايتر بجد جميل جدا وسعره فظيع، وهي البنوتة ذوق جدا وكل منتجاتها حلوة. اخر حاجة استخدمها الروج بتاع شي جلام، وسيت الروج دي من ساعة ما جبتها وانا مش مبطلة استخدمها. تقريبا كل ما اجي اصور فيديوهات او حاجة تلاقوني بستخدم منهم. هما كانوا 3 درجات مع بعض في طقم كده من شي جلام، وحلوين قوي، وعلى فكرة ثباته كمان حلو ودرجاته حلوة، بجد جميل. بس كده ده الفاينل لوك يا حلوين، وطلع عندنا منتجات حلوة ولا الحوجة لولاد اللذينة. لو حابين ان انا اكمل لكم باقي المنتجات اللي مش مقاطعه، سكين كير وميك اب بروفيشنال للميك اب ارتست، قولولي في الكومنتات، وهستنى رايكم برضو في الميك اب في الكومنتات. باي باي.